عايزه اتفق معاكم اتفاق. مش كل فيديو يطلع ترند على اليوتيوب نعمله. مش كل الفيديوهات اللي الناس بيحبوا كده يفتكسوا فيها ويطلعوا فيها كده حاجات ملهاش لازمه نعملها. عايزه اقول لكم ان معظم الوصفات على اليوتيوب اقسم بالله بتبقى عباره عن شو هما بيعملوه بس مش اكتر. انا حبيت اثبت لكم دوت بالوصفه دي. كذا حد من اليوتيوب بدون ذكر اسماء عمل الوصفة ديت، وهي عبارة عن كريم كراميل اقتصادي باتنين بيضة بس. وانا في البيت بعمل الكريم كراميل بتاعي بخمس ست بيضات عشان يطلع معايا مظبوط وقوامه زي ما بنشوفه كده في اي صورة او في اي مكان بنشتري منه كريم كراميل. فعملوا ايه؟ جابوا رغيفين فينو بايتين، حطوا عليها كوبايتين لبن دافيين وبيضتين وكوبايه الا ربع من السكر. رغيفين وهيتحط عليهم قصيناهم كده وحطيناهم في الخلاط على كوبايتين لبن دافين وكيسين فانيليا وبيضتين، وضربوا كل ده في الخلاط. حطوا في قلب الشفشة المية اللبن السخن، وعليه العيش، وعليه البيضتين زي ما انتم شايفين كده. كوبايتين لبن دافيين، كوبايتين لبن دافيين، يعني ايدي كده مستحملاهم وهي على النار. حطيت فيهم رغيفين الفينو زي ما شفت في الفيديو بالظبط. عايزه اقول لكم ناس كتير قوي قوي عمالين يعملوه، وفي ناس كتير نشروا ان هو مش كويس، وفي ناس نشروا ان هو كويس. بس انا شاكه ان بعد ما الفيديو دوت اتعمل ان هم عملوا كريم كراميل تاني، او جابوا باكوين كريم كراميل وصوروا حاجه تانية غير الكريم كراميل. لكن والله انا الوصفه دي عملتها مره ورجعت عملتها مره تانية عشان اثبت لنفسي انا اللي غلط ولا هم. فلو طلعت مع حد حلوه في التصوير، او طلعت لك او طلعت لكم في فيديو تاني مظبوطه، فوالله ممكن يجيبوا 2 باكت كريم كراميل ويعملوه ويحطوه في قلب القالب ويصور لكم زي ما انتم شايفين كده، وورا الكاميرا يعملوا الكريم كراميل ويصبوه، ويبان لكم في النهايه ان هو اتعمل كريم كراميل بالرغيفين العيش الفينو. صفيت كل دوت ورحت حاطه نص كوبايه سكر كرملتهم على النار عشان احط في قلب الصينيه من تحت السكر المكرمل. وبعد كده بتصبي عليهم خليط اللي انت عملتيه بالعيش الفينو، وبعد كده بتحطيه في الفرن لمدة ساعة الا ربع، وتحطيه في حمام مائي. يعني هتجيبي صينية اصغر من الصينية اللي معاكي وتحطي فيها مية مغلية، تلت الصينية مية مغلية، وتحطي فيها القالب اللي هتعملي فيه بديل الكريم كراميل. مفيش احلى من الكريم كراميل ولا اطعم من الكريم كراميل، وكريم الكراميل اللي ملوش بديل. لاني هو او حتى لو ليه بديل بيشيلوا حاجة ويحطوا مكانها حاجة تربط معاهم الخليط. كريم كراميل عبارة عن حاجة زي المهلبية، بس يا دوب مربوط ربطة جامدة بتاكليه كده، بيكون هو بينزل بالمعلقة كده كريمي وتقيل في نفس الوقت. سيحت نص كوبايه الكراميل وحطيتها كده في الصينيه من تحت او القالب من تحت، وصبت عليها الخليط اللي كان عباره عن لبن وبيضتين، كوبايتين لبن وبيضتين ورغيفين فينو بايتين او صابحين. هم عملوا كده في الفيديوهات. بصراحه انا اكتر وصفه برضو من اكتر الوصفات اللي اتفرجت عليها والله 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 كان معظمها فاشله. يعني كذا حد عاملها، وفي ناس قالوا زي كده ان هي فاشله، وفي ناس تانيين قالوا ان هي كويسه وتمام عشان ياخدوا ايه الترند اللي ظهر اليومين دول. فمش كل حاجه تشوفوها على اليوتيوب تصدقوها، ومش كل حاجه تنفذوها غير لما تبقى فعلا. طب احنا هنصدق منين؟ في وصفات بيبقى باين عليها، هل فعلا هنصدقها ولا مش هنصدقها؟ لما تلاقي حاجه عليها اجماع في الترند اعرفي ان هي، بس مش كله، اعرفي ان هي مش تمام. لا، شايفين بقى دي بعد ما طلعت من الفرن ودخلت التلاجة 3 ساعات ولا ربطت زي الكريم كراميل. والمفروض لما بنيجي نعمل كريم كراميل السكر المكرمل او الكراميل اللي بيبقى تحت ده بيكون متماسك، ما بيطلعش كده، وطعمه فينو فينو فينو، كأنك بله فينو في قلب اسمه ايه، طعم كأنك مدوبة رغيفين فينو في قلب او بقسماط بلبن. طعمهم طعم غريب ومش حاساه كده. والمفروض لما نيجي نعمل كريم كراميل بيبقى كده الكراميل من تحت متماسك، وبعدين بنحطه في بخار ميه، في حمام بخار ميه، عشان لما نقلبه يديكي شكل الكراميل اللي على الوش. فمش كل حاجه تشوفوها على اليوتيوب تجربوها. ان شاء الله افيدكم بوصفات حلوه، وانا حبيت اعمل الفيديو ده عشان خاطركم. مع السلامه.